السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعي ومشاهدي قناة سلام الإعلامية حول العالم أينما كنتم. يتجدد اللقاء بكم اليوم الثلاثاء مع برنامج خطوة معي أنا خديجة برهان. موضوع حلقة اليوم من المواضيع اللي صارت ظاهرة اجتماعية في الوقت الحالي، اللي هو التفكك الأسري. مع الأسف الشديد يعني ظاهرة التفكك الأسري كانت في السابق ما يعني غير موجودة أو قليلة جدا، لكن في الوقت الحالي مع الأسف الشديد أصبحت ظاهرة منتشرة بكثرة ومنتشرة في كل المجتمعات تقريبا. يعني لا يكاد يخلو مجتمع إلا وفيه مشكلة التفكك الأسري. في حلقة اليوم بإذن الله راح نسلط على مفهوم التفكك الأسري، إيش معناه، وراح نتكلم عن أسباب التفكك الأسري وأنواع التفكك الأسري، وراح نتكلم بإذن الله تعالى عن آثار التفكك الأسري، وراح نطرح بعض الحلول اللي ممكن تعالج هذه المشكلة للتقليل منها ولمحاولة مساعدة الأبوين والمجتمع لعدم الوصول لهذه المرحلة في داخل الأسرة. في البداية خلونا نعرف إيش معنى التفكك الأسري. معنى التفكك الأسري هو ببساطة هو حالة من الفتور أو الكسل والإهمال والتراخي داخل الأسرة الواحدة، أو عدم قيام المربين الأب والأم بدورهم تجاه أبنائهم أو بدورهم تجاه بعضهم البعض كزوج وزوجة. مع الأسف الشديد أنه هذا الشيء واقع احنا نلمسه دائما في بيوتنا أو في حياتنا وبكثرة. نلاقي الأب والأم مثلا كل واحد مشغول. الأب مشغول إما بتحصيل الرزق ويحصر دوره في أنه يكون يوفر الناحية المالية أو الناحية الاقتصادية فقط لأبنائه، ويرفع يده عن كل الأدوار الأخرى اللي هي في مجال التربية أو في البناء النفسي والعلاقات الاجتماعية داخل أسرته مع أبنائه وزوجته. أو نلاقي إنه الأب مثلا متخذ دور إنه ما له علاقة بالبيت، ما له علاقة بالأولاد، مشغول دائما بنفسه بأعماله وبسفره وبأصدقائه وبحياته الخاصة، فيعزل نفسه تماما عن هؤلاء الأبناء وهؤلاء الأسرة. فما نعرف الأب ده داخل البيت غير إنه زي الفندق، ممكن يدخل ياكل يشرب وينام ويخرج بس، لكن أي شيء آخر ما له علاقة فيه. أو نجد كمان الأم مثلا هي عندها دور في بيتها يتلخص في كذا شغلة، إما أنها تكون تطعم، يعني تسوي الأكل والشرب وتنظف وتذاكر الأولاد وخلاص، أو إذا كانت موظفة هي مشغولة بحياتها الوظيفية فتكلف أحد آخر داخل البيت بالقيام بمهماتها اللي هي مهمات التنظيف والصيانة والرعاية في البيت، فتجيب خادمة مثلا. طيب الجانب التربوي فين موجود في حياة الأبناء الآن في غياب الأب والأم؟ مع الأسف الشديد غير موجود. كلا الأبوين مشغولين، يعني إما مشغولين بأولادهم داخل البيت وبالتالي مو مركزين في بناء علاقة اجتماعية، أو أنهم مشغولين خارج البيت. وهذا مع الأسف الشديد يؤدي بهم أنهم يؤدي إلى الإهمال، إهمال الأبناء. لأنه من اللي احنا يهمنا في موضوع التفكك الأسري اللي احنا لازم نتكلم عنهم دائما وأبدا، هم النتيجة الحتمية لهذا الزواج هم الأبناء.
هم أول المتأثرين بمسألة التفكك الأسري وليس الزوجين، يعني لأنه كلا الزوجين بالغين عاقلين وخلاص يعني كونوا هذه العلاقة الزوجية، لكن هم عارفين كيف يمشوها بطريقة صحيحة، لكن نتج عن هذا الزواج أبناء. هذول الأبناء هم اللي جالسين يعانوا من غياب الأبوين أو من وجودهم شكليا فقط، يعني بالاسم موجودين في حياتهم فيعانوا منه. وكثير من البيوت مع الأسف الشديد الأب بالذات غائب، يعني حاضر غائب، موجود أي نعم لكنه ما له قيمة ولا له اعتبار ولا له وزن ولا له أي تأثير على أبنائه. طيب ليش هذا الشيء موجود؟ ممكن بعض الآباء يقول يعني الأبناء ما يجلسوا معايا، دائما منحازين لأبنائهم لأمهم. احنا نرجع نقول مش المطلوب من الأبناء أنهم ينحازوا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لكن المفروض إنه الأب يسعى أن يبني علاقة. هو أب، لكن مو معناها الأبوة إنه الأبناء هم اللي يقدموا الأشياء. الأبوة معناها إنه أنت الأب لازم تقدم خطوة أو تمشي خطوات في اتجاه أبنائك، في إنك تكون معاهم علاقة، في إنك تعرف عنهم وتتعرف عليهم. تتعرف على أبنائك بدل ما يجوا الناس من برا هم يعرفوك على أبنائك، بدل ما تيجي المدرسة أو رسالة من المدرسة تعرفك عن أبنائك، بدل ما يجوا الجيران هم اللي يعرفوك عن أبنائك. المفروض أنت أيها الأب تتعرف على أبنائك وتتعرف على مزاجهم وتتعرف على سلوكياتهم وتتعرف على اهتماماتهم. لكن مع الأسف الشديد كثير من الآباء يعني شادين حيلهم في مسألة إيش؟ مسألة إلقاء اللوم على الآخرين، على الأم أو على الأبناء، إن هم منحازين لأمهم أو أمهم دائما تعلمهم إنه ما يقعدوا معايا أو ما يقربوا جنبي. طيب أنت إيش سويت؟ ونفس الشيء كمان يقال للأم، بس الأم أقل لأنه الأبناء بطبيعة الحال في أغلب وقتهم مع الأم هم ملتصقين بها، لكن برضو الأم بالرغم التصاق أبنائها بها مع الأسف الشديد ما تعرف تستغل هذا الالتصاق بطريقة جيدة في بناء علاقة خاصة جدا مبنية على الثقة بينها وبين أبنائها. كثير من الأمهات أولادها لاصقين فيها لكنها ما تعرف عن أولادها ولا شيء، لا تعرف اهتماماتهم ولا تعرف مشاكلهم ولا تعرف أحلامهم ولا تعرف مخاوفهم ولا تعرف عنهم شيء غير أنهم أولادها، أو الصورة الذهنية اللي هي بنتها عن أولادها هي هذا الشيء الوحيد اللي هي تعرف عنه. فمعنى كده أن الأب والأم بالفعل موجودين، لكن موجودين كأجسام وأجساد فقط، لكن أرواحهم مش موجودة ولا عقلهم موجود في البيت ولا قلبهم موجود في البيت. طبعا هذه المشكلة الأساسية، يعني الغياب، الغياب الفعلي وليس الغياب الشكلي. هما في المجتمع الأب والأم موجودين، وفي الصورة اللي يعلقوها دائما في الجدران ولا في قدام الناس الأب والأم موجودين مع الأبناء، لكن في داخلهم ما في أي نوع من العلاقات والروابط تربط بين هؤلاء الأبناء وهؤلاء الآباء والأمهات. طيب إيش السبب في هذه الحالة اللي احنا وصلنا لها من التفكك الأسري أو حالة الفتور أو عدم وجود علاقة بين الآباء والأبناء والأمهات وأبنائهم؟ إيش الأسباب؟ هل هي أسباب موجودة، يعني لها أسباب، ولا غير موجودة هذه الأسباب وهو وهم فقط نحن يعني زي الشماعة نعلق عليه المشكلة الأساسية؟ لأنه ممكن بعضنا يقول زمان ما كان في هذا الكلام. صحيح زمان ما كان في هذا الكلام، والسبب أنه زمان كان الأشياء محددة، الحياة منضبطة بضوابط معينة، إما قائمة على نظام ماشي عليه المجتمع أو على عرف في المجتمع. وزمان كان الأب أب والأم أم، كل واحد ماسك دوره صح، والأبناء هم الأبناء. لذلك كان قليل موجود التفكك الأسري. ربما يكون في تفكك أسري مع أنه في الظاهر يبدو أنه ما في تفكك أسري، بس هذا كمان له أسباب معينة وواقع معين قائم على إيش؟ على الجهل. لكن في وقتنا الحالي ما شاء الله تبارك الله احنا في واقع الجهل فيه مرفوض أساسا، ما في عذر للجهل، الجميع قادر يتعلم ويتطور ويفهم. والواقع يعني الحالي هو أفضل بكثير مما كان عليه سابقا، مع أنه بعضنا أو كثير مننا يقول زمان أحسن من أول، زمان أحسن اجتماعيا، لكن الآن من ناحية أخرى هو أفضل بكثير، لكن احنا عندنا سوء استخدام للواقع الحالي. لذلك خلونا نتطرق إلى الأسباب التي تؤدي إلى التفكك الاجتماعي. أول هذه الأسباب للتفكك الاجتماعي هو الفراغ. الفراغ اللي احنا نبغى نتكلم عنه هو الفراغ النفسي أو الفراغ العاطفي. الفراغ العاطفي اللي ينشأ من غياب العاطفة بين الزوجين،
الأب والأم ما عندهم أي نوع من العواطف والأحاسيس الجميلة فيما بينهم مع بعضهم البعض. لما يلتقي الرجل مع المرأة ما عندهم أي نوع من العواطف والمشاعر، على حياتهم قائمة على الأوامر فقط، يعني الرجل يعطي أوامر المرأة والمرأة تنفذ الأوامر فقط. فغياب هذه العواطف تخلي كل واحد منهم يدور على طريقة معينة لإشباع أو تغطية هذا الفراغ العاطفي. فينشغل الرجل في أعمال وأصدقاء وهوايات وأشياء أخرى، والمرأة إيش تسوي؟ تنشغل بالبيت والأولاد ومسؤوليات البيت والمسؤوليات الاجتماعية، تعبي هذا الفراغ من خلال هذا الانشغال، بدل ما يجلس الأب والأم
اقرأ بسم الله الأكرم واسمع خير كلام وافهم، من يسعى للمجد تعلم، صناع المجد العلماء. اقرأ بسم الله الأكرم واسمع خير كلام وافهم، من يسعى للمجد تعلم، صناع المجد العلماء. اقرأ بسم الله، اقرأ بسم الله، اقرأ بسم الله. بالعلم ننور دنيانا وننال الأجر ليخرانا، الدين إلى العلم دعانا، بالعلم يكون العظماء. بالعلم ننور دنيانا وننال الأجر ليخرانا، الدين إلى العلم دعانا، بالعلم يكون العظماء. اقرأ بسم الله الأكرم، اقرأ بسم الله الأكرم واسمع خير كلام وافهم، من يسعى للمجد تعلم، صناع المجد العلماء. اقرأ بسم الله، اقرأ بسم الله، اقرأ بسم الله. الحكمة جوهرة المؤمن، للمسلم واحتها موطن، فاسلك درب العلم وأحسن فيه مصاحبة العلماء. الحكمة جوهرة المؤمن، للمسلم واحتها موطن، فاسلك درب العلم وأحسن فيه مصاحبة العلماء. اقرأ بسم الله الأكرم، اقرأ بسم الله الأكرم واسمع خير كلام وافهم، من يسعى للمجد تعلم، صناع المجد العلماء. اقرأ بسم الله، اقرأ بسم الله، اقرأ بسم الله، اقرأ بسم الله، اقرأ بسم الله. رجعنا لكم بعد الفاصل. نعتذر منكم لانقطاع الصوت. نعتذر من انقطاع الصوت لأنه مشكلة فنية صغيرة، لكن رجعنا لكم بعد الفاصل عشان نكمل موضوعنا في التفكك الأسري. احنا توقفنا عن اللي هو السبب من أسباب التفكك الأسري اللي هو الوضع الاقتصادي. احنا ذكرنا أنه بعض الناس يكونوا أغنياء جدا، ومع الأسف الشديد بالرغم أنهم أغنياء برضو عندهم مسألة التفكك الأسري. وكثير مننا يعني حتى أنا سمعت نفسي يعني أنه كيف الناس اللي عندها فلوس ومرتاحة ماديا عندهم تفكك أسري، لأن هم أصحاب المال هذول هم بيهتموا جدا بتوفير النواحي المالية فقط أو المادية لأبنائهم، ويعتبروا نفسهم أنه كذا هم أدوا واجبهم تجاه أولادهم وزوجتهم وحياتهم كلها، طالما نحن مرتاحين ما عندنا مشكلة. لكن نسيوا أن مسألة الإنسان هي مسألة ما هي مادية، ما هي مرتبطة بالأشياء المادية، إنها مرتبطة بالجوانب النفسية، الجوانب الأخلاقية، الجوانب العقلية، الجوانب الاجتماعية. هذا هو الإنسان. الإنسان إيش هو؟ عبارة عن مشاعر وأحاسيس وعلاقات اجتماعية، ومو هو يعني نحن نقيس على الناس إيش عندها فقط.
فنلاقي إن عندهم هنا تفكك أسري أقوى بكثير، لأنه اجتمع في حالتهم هنا إنه صار عندهم فراغ عاطفي، وما صار عندهم أدوار مهمة جدا يؤدوها في حياتهم، فغاية ما يطمحوا إليه إنهم يحققوا فقط الرفاهية المادية. في ناس ثانيين في الناحية الاقتصادية كيف تأثر؟ إنهم يكونوا فقراء، فبالتالي مشغولين بأنهم يحصلوا المال وإنهم يشتغلوا ويكفوا نفسهم ومتطلباتهم الأساسية في الحياة، فينسوا في رحلة البحث عن المال وتوفير الاحتياجات الأساسية هؤلاء الأبناء، وتوفير أو بناء علاقة اجتماعية أو علاقة نفسية خاصة بين أولادهم. فأقصى ما يوصلوا له إيش هو؟ أنهم لما يجتمعوا عشان يأكلوا ويشربوا، وأقصى سؤال ممكن يسأل الأب: ها كيف مدرستكم، كيف دراستكم؟ فقط. أكثر من كده ما راح يسألهم، لأنه ما في وقت ولا في طاقة ولا في قدرة على المجاراة أساساً. وإن أنا أسمع اليوم شكاوي ولدي، يأتي ممكن واحد من الأولاد هذول يبغى يتكلم مع أبوه، يبغى يشتكي له ولا يبغى يقول له شيء نفسي، طيب يحتاج إنه الأب يستمع له. لكن طبعا بسبب مشاغل الأب ومسؤولياته الكثيرة وقلقه من إنه مو قادر يوفر لهم ويأمن لهم أي شيء، يكون ما عنده طولة بال ولا سعة صدر حتى إنه يسمع أولاده. ونفس الشيء الأم. فإذا الوضع الاقتصادي يؤثر بشكل قوي جدا في ناحية التفكك الأسري. عندنا كمان من أسباب التفكك الأسري اللي هو عدم وضوح الهدف في الحياة. الزوج والزوجة ما عندهم أي هدف واضح، لا في حياتهم ولا مع أولادهم ولا عندهم خطة أساسا، فهم عايشين زين، خلاص تزوجوا بشكل عادي وأنجبوا أولادهم وربوا أولادهم، أكلوهم وشربوهم ودخلوا المدرسة وتخرجوا من المدرسة ودخلوا الجامعة وتخرجوا من الجامعة وزوجوهم، والحمد لله رب العالمين إحنا سوينا اللي علينا أو وصلنا الأولاد للمراحل اللي إحنا نبغاها. طبعا هم يعتبروا نفسهم كده إن هم كان عندهم خطة، لكن هم ما هي خطة هذه، هذا أسلوب الحياة العادي جدا اللي عند كل الناس. الخطة معناها أني أنا أجعل حياتي أنا وحياة أبنائي وتربيتي لأبنائي مختلفة وتكون لها بصمة وأثر في هذه الحياة. عدم وجود هذه الخطة يخلي الأب والأم يتعاملوا في حياتهم مع نفسهم هم ومع بعضهم البعض ومع أولادهم بشكل عشوائي حسب مزاجهم. والله اليوم الأب والأم مزاجهم حلو كويس ما شاء الله، علاقتهم مع أولادهم كويسة. اليوم الأب والأم في خصام ومشاكل وسوء خلق وسوء تعامل، يطلعوا هذا الغضب كله على أبنائهم. طيب، فبالتالي الأبناء يعيشوا حسب حالة الشعورية التي عند الأبناء، أو زي ما نقول نحن حالة الطقس في البيت. والله اليوم الجو كويس، ربيع في البيت والأمور تمام، كل الجميع معناها مرتاحين. اليوم في مشاكل، معناها الأبناء لازم يعانوا من هذه المشاكل. لكن لو الأب والأم عندهم خطة في حياتهم، تركيزهم هو لتحقيق هذه الخطة أو تنفيذ هذه الخطة والوصول للهدف الذي يريدونه. ما راح يكون تركيز الأب والأم على المشاكل ولا النواقص ولا أي تحديات في الحياة غير أنهم يحققوا هدفهم. فغياب هذا الهدف في حياة الزوجين يؤدي إلى حدوث التفكك الاجتماعي. ارتفاع نسبة الطلاق مثلا في المجتمع، ليش؟ لأنه ما في خطة أساسا وما في هدف أساسا. ليش تزوجتوا؟ إيش الهدف من هذا الزواج؟ إيش الشيء اللي تطمحوا أن تحققوه؟ ما في إجابة على هذا الشيء، فبالتالي يكون مسألة الطلاق جدا سهلة للرجل والمرأة والبدء من جديد في هذه الرحلة. من أسباب أيضا التفكك الأسري عندنا عدم وضوح الهدف في الحياة كلها. الهدف في بناء علاقة مع أولادي، أنا ليش اليوم والله أبغى أكون علاقة قوية جدا مع أبنائي؟ ليش؟ إيش هدفي منهم؟ هل عشان أحافظ عليهم؟ هل عشان أربيهم؟ هل عشان أحقق لهم شيء معين؟ ولا بس أنا إنسان عاطفي أو أنا إنسانة عاطفية ومشاعري فياضة وخلاص بهذا الشكل؟ كمان من أسباب التفكك الأسري تدخل الأهل والمجتمع. الأهل والمجتمع لهم دور كبير جدا في حياة الرجل والمرأة في حدوث التفكك الأسري. إحنا كثير جدا نسمع من أبائنا وأمهاتنا حكين زمان لما يقولوا إنه بعض الأحيان الرجل ممكن يتزوج امرأة ما هي كويسة، طيب لكن عائلتها عائلة كريمة ومع هذا زواجهم مستمر، أو يتزوج امرأة جيدة وممتازة وكل شيء لكن عائلتها مو قد كده، لكن زواجهم يكون ينتهي بالطلاق. ليش؟ هذا يبين لنا التأثير الحقيقي. لما تكون البنت أقل يعني ما هي بهذاك الدرجة من أنها تكون امرأة جيدة، لكن تربية العائلة وجو عائلة التي جاءت منه عائلة ممتازة جدا
هم بيحافظوا على هذه الأسرة إنه ما يصير فيها تفكك. ليش؟ لأن هم يقوموا بتوجيه بنتهم وإرشادها ونصحها وتوجيهها، وكمان بيغطوا على النقص وبيعلموها بيربوها، بالرغم أنها متزوجة لكنهم يحافظوا على كيان أسرتها. ونفس الشيء الولد لما يكون مو ذاك الشيء كمان، عائلته عائلة كريمة، تلاقي عائلته هي تحافظ على كيان هذا البيت فتكمل النقص. فبنت الناس لما تشتكي من زوجها تلاقي أهل الولد هم الذين يعني يصبروها ويتحملوا معاها ويعينوها على حياتها هذه، لأنهم هم يشوفوا أنه هذا البيت كيان يجب أن يبقى كما هو. مو لازم يتعرضوا الأبناء لمعاناة بسبب والله سوء تصرف الأب ولا سوء تصرف الأم، ولا أنه الأب مثلا في مشاكل مع الأم. دائما العائلات الكبيرة أو العائلات التي تربي بشكل جيد هي التي تحافظ على الأسر الصغيرة الناشئة، حتى أنه ما يصير عندها تفكك أسري، من خلال أنهم إيش يحافظوا على الأبناء. ونفس الشيء يقال أنه العائلات برضو هي القادرة على إفساد العلاقة. تيجي الأم مثلا اليوم تكلم بنتها وتحرضها على زوجها، أو أهل البنت يحرضوا البنت على زوجها. طبيعة الحال لما يحرضوها تقلب البيت المرأة إلى جحيم. طيب هذا الجحيم من الذي يحترق فيه غير الأبناء؟ فيؤدي إلى أنه يصير فيه تفكك أسري، طلاق وإلى آخره. ونفس الشيء أهل الولد ممكن يحرضوا ولدهم على زوجته، فبالتالي هؤلاء الأهل لهم دور كبير جدا في حدوث عملية التفكك الأسري في داخل الأسرة الواحدة. طيب إيش أنواع التفكك الأسري؟ إحنا دائما نقول تفكك. هل معنى التفكك الأسري فقط هو طلاق وانفصال العائلات فقط؟ لا، في نوعين من التفكك الأسري: تفكك أسري مباشر وتفكك أسري غير مباشر أو معنوي. تفكك أسري مباشر اللي يقع بسبب الطلاق، أو بسبب أنه أحد الوالدين مات، فبالتالي من بقي منهم على قيد الحياة ما عرف يحافظ على كيان هذه الأسرة، فتلاقي مثلا رجل تزوج امرأة أخرى وبعدين الأولاد تبهدلوا وتشردوا وإلى آخره. أو المرأة زوجها مات مثلا وتزوجت وتركت الأبناء ورمتهم وأهملتهم وإلى آخره. أو بالطلاق، يطلق الرجل والمرأة فيبقوا الأبناء عالقين في النص، لا هم اللي عايشين مع أبوهم بشكل سوي، ولا هم اللي عايشين معهم بشكل سوي، ولا هم الأبوين بعد ما طلقوا رتبوا أمور حياة أبنائهم بشكل ما يؤثر هذا الطلاق عليهم، لأن الطلاق إجمالا هو انفصال رجل وامرأة فقط، المفروض يكون كده. لكن الآن أصبح الطلاق هو معركة بين الرجل والمرأة، وساحة المعركة هي على نفسية هؤلاء الأبناء وعقولهم وأجسامهم يعني، فبالتالي يتأثروا بشكل كبير جدا. هذا تفكك مباشر. عندنا أو تفكك معنوي، معناها أنه الأب والأم والأبناء كلهم عايشين تحت سقف واحد لكن ما يعرفوا عن بعضهم البعض أي شيء. فنلاقي الأب مشغول في حياته في السوشيال ميديا في أشغاله مع أصحابه وإلى آخره، والمرأة مشغولة إما بعملها إما بصديقاتها إما بحياتها أو شاغلة نفسها مضبوط بالبيت. والأبناء كل واحد لاهي بنفسه، إما مع جهازه وإما مع أصدقائه وإما مع حياته الخاصة وإما. فهم شكليا عايشين كلهم تحت سقف واحد، لكن ما عندهم أي علاقة نفسية تربط بين بعضهم البعض. هذا شكل من أشكال التفكك الأسري، وهو هذا الأقوى والأبقى تأثيرا يعني. لأن الطبيعي أنه الأب والأم لما يكونوا متواجدين في البيت مع أبنائهم أنهم يبنوا علاقة اجتماعية يعني. والمفروض أنه في الواقع الحالي بالذات يكون الكلام مع الآباء والأمهات والتواصل معهم من خلال أبنائهم عملية سهلة جدا. ما هو نحن زي زمان مثلا الأبناء ما يقدروا والله يتكلموا مع أبوهم، إما خوفا وإما احتراما وإما أنه ما يقدروا أساسا يفهموا طريقة التفاهم مع هذا الأب، أو أن الأب يكون من الآباء التقليديين اللي لما يدخلوا البيت بس يزعقوا ويعطوا أوامر ونواهي في البيت. في الواقع الحالي الآن مع الأسف الشديد إحنا بقوة جالسين نعاني داخل البيوت من التفكك الغير مباشر. الأب ما يعرف شيء عن أبنائه، ما يتفاجأ إلا تجيله رسالة من المدرسة ساعتها يكتشف ولده، أو تجي له رسالة من المدرسة عن بنته ساعتها يتعرف على بنته، أو المدرسة تطلب الأم عشان تزورها والله بسبب إنه بنتها مثلا دراسيا وإلى آخره. ما عندهم غير هذا الشيء. طيب لما حتى تصير إن الأبناء أو الآباء يتعرفوا على أبنائهم من طرف خارجي اللي هم المدارس وإلى آخره، ما الذي يحدث؟ ما بيحدث ولا شيء مع الأسف الشديد، بيكون كل الكلام مقتصر على حسب الرسالة. والله اليوم المدرسة أرسلت إنه الأب ولدك الفلان الفلاني والله مسوي كذا، يجي الأب يتكلم عن ليش سويت
المشكله الفلانيه ويخاصموا الى اخره ويكتب تعهد ويجي ماشي. طيب هل انت ايها الاب هذا شفت ايش مشكلته؟ ليش يسوي هذا النوع من المشاكل؟ ليش هذا الازعاج؟ ليش كله؟ ما يبذل الاب جهد في هذا الامر، مع انه الابناء بالذات لما يفتعلوا المشاكل والمتاعب خارج البيت ولا داخل البيت هم يبغوا يلفتوا النظر لهم، حتى يكون الاب والام يهتموا فيهم، مو يعاتبوهم ويلوموهم. كم من الاباء والامهات اليوم جلال والله ما في ولا احد، كثير من الاباء ما عندهم هذه النفسيه والاستعداد انهم يجلسوا مع ابائهم مع ابنائهم وبناتهم يسمعوا، حتى لو كانوا اللي حيسمعوه يكرهوه، ما عندهم هذه النفسيه. ليش؟ لانه طول الوقت من الاب والام انا قاعده اسوي عشانكم وانا تعبت عشانكم وانتم اخر شيء تسووا فيني. هذا الكلام اللي نحن سوينا وفعلنا والمن هذا هو اللي يخلي الابناء ما عاد يبغوا يكونوا اي علاقه مع ابائهم. واول ما تيجي للولد فرصه انه يخرج من البيت على طول ياخذ بعضه ويخرج برا البيت ويسكن برا. ونفس الشيء البيت، اول ما تجيها الفرصه لمغادره هذا البيت اللي هي ما تشوف فيه رائحه الحب والاهتمام والرعايه، القرار وتتجه الى بيت اخر. وهذا شيء ملاحظ واحنا نعرفه في بيوتنا مع مجتمعاتنا مع الاسف الشديد. نحن ما نقدر نضبط هذا، طبعا هذه مو هي الصوره العامه لكن هذا الموجود. في غير كذا طبعا في عائلات تنعم بالحب والاهتمام والرعايه. احنا قاعدين نتكلم عن الكثير من العائلات والمشاكل اللي ظهرت بسبب التفكك الاسري، وخاصه كمان الواقع الجديد اللي فرض مساله حظر داخل البيوت. في مساله الحظر هذه اللي جات مع مشاكل الكورونا حول العالم، كثير من الرجال جلسوا في البيت مع اولادهم في مكان صغير جدا. ايش اللي نتج عنه؟ نتج عنه حالات كثيره، حالات عنف اسري كثيره، وحالات يعني بعضهم انتحار، بعضهم اساسا انه اكتشفوا انهم ما بيعرفوا بعض، هم عايشين تحت سقف واحد لكن ما يعرفوا بعض ولا يعرفوا كيف يتعاملوا مع بعضهم البعض. لذلك تصادموا بكل قوه، تصادم الزوج مع زوجته، والزوج تصادم مع الاب مع ابوهم، وتصادم مع امهم، فالبيت اصبح ساحه معركه وساحه قتال. طبعا كان ممكن احنا نتجنب هذا الشيء بقليل من العلم والصبر، لانه لو احنا نظرنا لموضوع مثلا الحظر والتواجد في مكان واحد مع بعضنا البعض بطريقه ايجابيه شويه، هي فرصه نتعلم بعض وفرصه الانشطه مع بعضنا البعض وفرصه نشوف ايش عندنا وايش ما عندنا، واتقرب انا اليوم كامراه او كزوجه تجاه زوجي والزوج تجاه زوجته والاب والام تجاه ابنائهم، ويعطوا فرصه للابناء انهم يقتربوا منهم. اكيد راح يكون مساله الحظر هي احب فتره واكثر فتره تعلق في الذاكره بشكل ايجابي في ذهن الجميع. تعرفوا على بعض وكونوا علاقه مع بعضهم البعض وكونوا ذكريات بسبب غياب تواجدهم في حياه اجتماعيه كبيره. الابناء ما راح يخرجوا برا البيت ولا يقابلوا اصحابهم ولا يروحوا مع زملائهم في المدرسه، والرجل شغله كله في البيت ما راح يطلع برا البيت، فهو مضطر يتعامل ويواجه الواقع الجديد الآن مع زوجته واولاده في البيت. والمرأة حتتعود على أنه زوجها والله متواجد 24 ساعة ل 24 ساعة في البيت، وأولادها متواجدين. في الأول هم كانوا غائبين فهي البيت لها. الآن راح يتغير كل الخطط هذه كلها. فبقليل من الصبر لهذا الواقع الجديد اللي احنا عايشين فيه، كان بإمكانهم أنه يجنبوا نفسهم أنه يصير في حالة من التوتر داخل البيت تؤدي إلى التفكك الأسري أو إلى وقوع الطلاق. لذلك احنا لاحظنا حتى في الواقع الحالي مع الأوضاع الجديدة ارتفعت نسبة الطلاق والمشاكل الزوجية ارتفعت بشكل كبير جدا، وهذا سببه غياب عامل التعرف أو المعرفة تجاه بعضهم البعض. فإذا هنا نقول التفكك المعنوي هو أقوى تأثيرا، لأنه يبقى وقت طويل جدا وما في مخرج منه. المخرج الوحيد فقط هو أن الرجل والمرأة يبدأوا يتعرفوا على بعض والأبناء يتعرفوا على بعض ويكونوا علاقة جديدة قائمة على التفاهم والصدق والوضوح فيما بينهم فيما بعضهم البعض. طيب لهذا التفكك الأسري هل له آثار في المجتمع؟ طبعا له آثار كبيرة جدا.
آثار نفسية وآثار اجتماعية وآثار سلوكية وآثار دراسية وآثار اقتصادية. أهم أثر للتفكك الأسري هو ضعف الشعور بالأمان والاستقرار. الأبناء بالذات والمرأة في البيت يصير عندهم حالة من حالات عفوا اللي هو عدم الشعور بالاستقرار والأمان داخل البيت. بيت قائم على المشاكل والتصادم وعدم المعرفة وعدم وضوح أي شيء. طبيعة الحال راح يكون الأبناء هم أكثر قلقاً وتوتراً في هذه الأمور. هذا القلق طبعاً يأثر عليهم في اتجاه آخر، في أنهم يبدأوا يبحثوا عن الأمان خارج المنزل. خارج المنزل ممكن يكون الولد طول الوقت يقضي وقت برا البيت، ما يدخل البيت إلا عشان ينام فقط، لأنه ما عنده مكان ثاني ينام فيه، وإذا وجد مكان ثاني أكيد راح يلجأ إليه. ولما تسأل هذا الولد ليش ما تدخل بيتك، بيقول لك بيتنا كله مشاكل، ما أقدر أجلس في البيت، وإذا رجعت دحين يسووا لي مشكلة، فبالتالي ما في داعي أرجع البيت. هذا طبعا إذا كان كبير. وإذا كان صغير راح يقضي وقته برضه خارج المنزل، يلعب مع أصحابه زي المشردين طول الوقت إلى آخر الوقت ثم يعود إلى المنزل. ونفس الشيء البنت ممكن تكون تقضي وقتها خارج المنزل كثير، أو تكثر مثلا غيابها عن البيت، تكون عند جدتها، عند عمتها، عند خالتها، أكثر وقتها هنا. السبب إيش هو؟ طيب إن هم جالسين يبحثوا عن الدفء الأسري والأمان والاستقرار داخل هذه الأسرة اللي هو الغائب تماما. من آثاره أيضا أنه انحراف الأبناء والبنات. سببه إيش هو؟ غياب الأمان النفسي داخل البيت، غياب الثقة داخل البيت. الأب مو موجود والأم مو موجودة، ما حد قاعد يسمع البنت وهي تتكلم ولا الولد وهو يتكلم وهو يشتكي وهو يطلب وهو يتطلب. ما حد جالس يسمع إيش مشاكل هذا الولد ويحاول يحل له إياها. ما حد قاعد يبذل جهد حتى يكون صديق لهذا الولد وصديق لهذه البنت. فطبيعة الحال أن الإنسان يحتاج أحد يهتم فيه. فأول من سوف يهتم بهؤلاء اللي هم خارجين من هذا الجو اللي كله مشاكل هم الناس اللي برا. والناس اللي برا في منهم الصالح والطالح، لكن الفاسدين إيش ميزتهم؟ ميزتهم إن هم يعرفوا يطبطبوا على الشخص ويسمعوه كلام حلو ويعطوه الإحساس بالقيمة، يعطوه إحساس إنه هو له قيمة وله وزنه وله اعتباره وإنه شخص محبوب. وبهذه الطريقة يستدرجوه ويصير عملية الانحراف. ولا الانحراف كيف يحدث؟ ما في إنسان يخرج من بيته اليوم يروح والله ينحرف على طول، ولا ولد ولا بنت، لا. ابحث داخل البيت وابحث خارج البيت، بس انت أول شيء ابدأ الرحلة من البيت. حتلاقي إنه في البيت هذا ما في أمان وما في استقرار وما في هدوء، فيبحث عنه الولد والبنت خارج المنزل. وأول ما يجدوه مو هو مستعد الآن يفسر ويعرف إنه هذا صاحب صالح ولا صاحب سوء. ما راح يعرف إنه هذا يبغى يستغله ولا ما راح يستغله، إنما هو يشبع حاجة نفسية عنده فيؤدي ذلك إلى انحرافه. والانحراف ليش يحدث؟ لأنه هو إذا سوى الشيء اللي هم يقولوا له عليه أصحاب السوء، معناه هو حيحافظ على الأمان النفسي معاهم، هم بيوفروا له هذا الشيء، فبالتالي الثمن بسيط جدا، فيؤدي ذلك إلى الانحراف والسير في مسالك خاطئة. عندنا كمان من آثار التفكك الأسري اللي هو حالة العدائية. الإنسان لما يكون عدواني، الطفل الصغير ولا الكبير لما يكون عدواني، أول شيء نبحث عنه نحن الأسرة. كيف وضع الأسرة؟ هل وضعها مستقر ولا غير مستقر؟ غالب الحال يأتي من البيت الغير مستقر، الغير هادئ، اللي فيه قلق وتوتر شديد جدا. يكون الطفل أو الولد أو البنت عندهم كبت في داخلهم ما يقدروا يفرغوه، فيفرغوه على شكل حالة عدائية. فنلاقي الولد يتضارب طول الوقت في المدرسة، والبنت طول الوقت في البيت مع أمها تتخاصم. طيب في أحسن الأحوال. وإذا كان تزوجوا مثلا طول الوقت يفتعلوا المشاكل، طول الوقت إن هم ما يقدروا يكونوا علاقة اجتماعية، طول الوقت ماشيين في الجانب العدائي، لأنه عندهم حالة غضب في داخلهم وحالة عدم استقرار وحالة عدم رضا مع بعضهم البعض. لذلك يؤدي بهم أنهم يكونوا عدوانيين. إحنا لو نبحث دائما في العدوانيين الأبناء والبنات حنلاقيها، والمشكلة الأساسية هي من البيت. البيت هذا هو الأساس اللي ينشأ فيه الولد والبنت ويكونوا إما أسر سعيدة وإما أسر شقية، إما أسر قائمة على السعادة والتفاهم والرضا،
ومواجهة صعوبات الحياة مع بعضهم البعض، وإما هم نفسهم مشكلة وعبء على أبويهم. حالات العقوق وحالات العدائية وحالات الطلاق وحالات التنمر وحالات الأذى النفسي وحالات الضرب داخل البيوت من فين تيجي؟ من الشعور فقط بالقلق والتوتر وعدم الإحساس بالأمان. الأمان النفسي قيمته عالية جدا. ممكن عمرنا إحنا ما فكرنا في موضوع الأمان النفسي كقيمة عليا، ودائما نعتبره ثانوي أو شيء مثلا زائد أو شيء رفاهية، لكن ما هو رفاهية ولا شيء. لذلك هنا الإسلام لما جاء رعى الموضوع ده، قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لكن الناس فهمت مسألة الرعاية هنا هي مسألة توفير الأكل والشرب فقط. مسألة توفير الأكل والشرب أي إنسان يقدر يسوي، لكن الرعاية معناها أن أنا أرعى نفسيا، أرعى جسديا، أرعى ذهنيا، أرعى عقليا، وأرعى ماديا. معناها رعاية كاملة، مو معناها أنه أنا أكل وأشرب وأبني أجسام وأجساد فقط قوية، ولا ولد يطلع لي من الدراسة ما شاء الله تبارك الله ممتاز وأعتبر نفسي نجحت. لا، أنا ما نجحت فيها، لأن الدراسة هذه مسألة بسيطة جدا، النجاح فيها جدا تافه. لكن أنا إذا كل ما قدرت أربي أولادي وهم مستقرين نفسيا، مستقرين عاطفيا، وعندهم حالة من الهدوء النفسي وحالة من السلام النفسي وحالة من الاطمئنان النفسي، معناها أن أنا ضمنت الآن المستقبل لي ولأبنائي في المستقبل، أنهم يكونوا قادرين على تكوين أسر مطمئنة وسعيدة. نحن لما نقول أسر سعيدة ومطمئنة، احنا ما قاعدين نتكلم عن خيال، احنا قاعدين نتكلم عن واقع. التوتر هذا اللي موجود في العالم كله الآن، والتوتر موجود في البيوت، والتوتر مع الأشخاص جاي من حالة اللي هو الفراغ النفسي أو عدم الاطمئنان النفسي. فما بالنا نحن في الأسرة الواحدة اليوم لما يكون عندنا حالة عالية جدا من التوتر والقلق النفسي. كل اللي راح يصير انهم راح يعيشوا بهذا التوتر. المرأة راح تسكت عشان خاطر أولادها وتتحمل وتصبر عشان خاطر هدول الأبناء، لكن برضو الأبناء قاعدين يدفعوا الثمن. والرجل راح يتحمل مثلا عشان خاطر الأبناء، والأبناء اللي راح يدفعوا الثمن. وبعدين نستغرب نقول ليش أبنائنا جايين أبناء يعني غير حنونين وغير عاطفيين تجاهنا. نحن ما علمناهم أساسا العاطفة، فبطبيعة الحال كيف يبغوا الآن يكونوا عاطفيين وشاعرين، ولا حتى عندهم كمية من الحنان معايا أنا كأم أو معايا أنا كولد؟ إيش أتوقع أنا من حالة من المشاكل الدائمة في البيت؟ أنتظر أولادي مثلا يتكلموا معايا بهدوء ولا بعاطفة قوية جدا؟ لا يمكن طبعا. زي ما نعطي رح ناخذ. اليوم أعطينا الحب والحنان والرعاية والاهتمام لأبنائنا، رح يعطونا نفس الشيء. اليوم أعطيناهم التوتر والقلق والمشاكل، رح يعطونا نفس الشيء في المستقبل. فكما نزرع نحصد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بيوتنا وأبنائنا، وأن يجعل بيوتنا عامرة بالهدوء والطمأنينة والسكينة، وأن ينزل السعادة والطمأنينة على هذه البيوت. كنت أنا معكم خديجة برهان في برنامج خطوة في موضوع مهم جدا عن التفكك الأسري. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نلتقيكم الأسبوع القادم مع موضوع مهم من المواضيع الاجتماعية اللي نحن نتمنى نكون نضع فيها أو نسير معكم فيها خطوة إلى الأمام لفهمها وإدراكها ومعرفة كيفية التعامل بها. أترككم في حفظ الله ورعايته، في أمان الله.